هذا بيت الله عز وجل، وحنا نقرأ آيات وحديث ما عندنا غيرها، هذه أولى بالتعظيم. لو أن في مجلس الملك ولا الأمير ما يجلس الواحد، هذا ما يكون يا إخوان. نحن في مجالسنا ما نجلس كذا. كيف إذا كان هذا المجلس في بيت الله عز وجل؟ كيف إذا كان هذا المجلس ما فيه إلا علم؟ ما عندنا فلوس نوزعها أبدا. أنت خاف الله عز وجل وراقبه. مجالس الدنيا تعظم، والمجالس اللي تقربك للآخرة ما تعظمها. كيف تبي العلم؟ ما يجيك العلم إلا إذا عظمت شرع الله عز وجل. استفادتك على قدر إجلالك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يزيدك الله رفعه. ترى العلم الذي نحصله ما هو بالمسائل، العلم الذي نحصله الأثر الذي يوجد في قلوبنا. لذلك بعض كبار السن يجلسون يطلعون بدون مسائل، لكن يطلعون بإيمان ويقين، مؤمن ويقين عنده وإقبال على الله عز وجل، ويحمل على الازدياد من العمل الصالح. ونحن نخرج، يعني الشباب نخرج معنا مسائل، لكن هذه المعاني ما هي في نفوسنا. تجد حفظ كم مسألة وسمع كم مسألة وقيدها، لكن أن يوجد أثرها في النفس ضعيف. ليش؟ لأن هم إقبالهم على المجلس غير إقبالنا نحن. هو يقبل على المجلس يتعبد الله عز وجل بجلوسه. الحين كم نجلس؟ ساعتين الآن، وساعة وساعة ونصف بعدين، كم ساعة؟ يعني إن قبل الله منك ثقل موازينك. وإن بقيت هذه المدة وأنت ما تشهد أن هذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، ضاع عليك 5 ساعات بدون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلم يا إخوان والدين دين الله عز وجل. أنت من فضل الإسلام أنك تتعامل في الدين مع الله، ما تعامل مع الخلق. هذا من فضل دين الإسلام، أنك تتعامل مع الله عز وجل. فالذي يعطيك كثيرا هو الله عز وجل. لو أراد الناس أن يمنعوك وأراد الله أن يعطيك أعطاك وإن رغمت أنوفهم. وإن أراد الناس أن يعطوك ولم يرد الله أن يعطيك منعك الله وإن رغمت أنوفهم. ولذلك أنت اجعل صلتك بالله سبحانه وتعالى. الذي يعرف هذا المعنى يعرف لماذا يجلس. الآن في بعض الإخوان المعلومات التي عندي ذكرتها، يعني بعض الإخوان يمكن حضروا موجودين حضروا هذا الكتاب يمكن 5 مرات 6 مرات عندي. طيب ليش يجي؟ إن شاء الله نرجو له أن يشهد أن هذا قربة إلى الله عز وجل. يسمع الآيات والأحاديث مرة ومرتين و3 و4، أزيد في أجره وأحفظ لوقته وأقرب لربه، فهو يبتغي بذلك القربة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس يعرفون حقيقة العلم ما يتعاظم على العلم أحد. مرة كان فيه واحد من طلاب العلم عنده درس جالس في المسجد وجالس مثل حالي ويشرح، فواحد من الأخوان لمح أحد المشايخ جالس، فاستغرب كيف جالس هذا المشايخ الكبار وشم جالسه هنا. فالمهم انتهى الدرس راح وسلم عليه، قال ما شاء الله يا شيخ اتحضر عندنا في الحي. قال والله أنا جاي هنا أزور بعض أقاربي وشفت مجلس خير وقلت أجلس معهم. شوف يعني يقول هذا مجلس خير يعني قربه إلى الله عز وجل، قلت أجلس معهم. بيجلسون نص ساعة 45 دقيقة ثم بعد ذلك يمشون. فهو يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ما هو بناظر يقول هذا ما وش عنده من العلم وأنا أعلم منه، ولا هذا أنا دكتور وهو ما هو بدكتور. لا، يقول هذا مجلس خير. لذلك يعني يقلبون ويقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لعبادي. فيقال يا رب إن معهم فلان لم يحضر إلا لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني من بركة العلم أن الله عز وجل يغفر به الذنوب.